تاني قالوا بتزبط. رئيس التكتل اللبناني الواعد مستر فارس فتوحي صار معنا على الخط. قول الو قبلك بس لأتأكد. صباح الخير. صباحو، كيف؟ والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ما بنلحق نستقبلك بلبنان حتى نرجع نودعك. شو بدنا نعمل؟ وإن شاء الله تكون راضي على الوضع، هيدا أهم شيء، لأنه مثل ما حسيت لا في صرخة طالعة من قبلك على شيء معين، واليوم بدنا نحكي عنه على الهواء. وعلى وزارة أي وزارة تحديدا أنت قول؟ يلا على وزارة الخارجية بدنا نقول لها يعطيكم العافية. ايه على القرارات اللي عم تاخدها وعلى هالمواقف اللي عم تعملها، يلي هي برأيي ما مضرة، ما بتمثل أي حدا. هذا رأيي ورأي كثير من الناس. نعم. لا بتمثلنا ولا بتمثل ولا هي لمصلحة الشعب أصلا. وزارة الخارجية ما بتمثلنا برأيك، وعم تعمل أو تاخد قرارات يعني نحن لما نجي نمتنع عن التصويت في جامعة الدول العربية. نعم. نحن لبنان معروف احنا من المؤسسين. اوكي. ونحن بالنهاية أي وزارة هي بتمثل حكومة، بتمثل وطن وبتمثل شعب. أهم شيء. اوكي. نحن لما نجي نطلع بقرار، طب هذا القرار على أي أساس يتاخذ؟ بيقولوا إنه إجماع مين؟ لا في مجلس وزراء عم بيجتمع، وهيدا الموقف أكيد ما نحكى عنه، وهو بدي أقوله إنه قرار، أنا بنظري قرار شخصي لمصالح شخصية أو لمصالح مثل ما بنعرف يمكن حزبية. أنت خايف من أبعاده مع دول إقليمية. بس بكل الأحوال هيدا القرار مضر للبنان ولشعبه ولكل هالشباب يلي عم بيسترزقوا من دول الخليج، يلي هن برأيي متضررين الأكبر. بدي أسأل أنا مع هذه شغلة، لما الدولة قصرت بحق شبابها وبحق شعبها، مين الدول يلي احتضنتهم لهالشباب؟ مين الدول يلي فتحت لهم بيوتها وإيديهم وكبرتهم وانت منهم؟ مشان هيك يعني هيدا الجرح اللي عم تحكي عنه، هيدا جرحك وهيدا وضعك وهيدا الموقف. هيدا مش وضعي إلي ميراي، هيدا وضع يعني انت بتمثل كتار من اللي تغربوا وأسسوا برا مصالح وعم يعيشوا منها. انا بدي ارجع لمعاليه على شغله يلي هو اعلان بعبده يلي وافقوا عليه كل الافرقاء وقتها على طاوله الحوار، يلي هو ببساطه كان بيقول بتحديد لبنان عن الصراعات الاقليميه، بس لازم نتبنى اي قرار يطلع بالاجماع بهالاجتماع. اوكي فارس، حاولتوا تتصلوا بمعالي الوزير تشرحوا له وجهة نظركم؟ يعني لازم يعرف بالنتيجة انه شو ابعاد هالقرار. انت يعني هو مش عارف. بدك تقلي يعني رأيك مش عارف، بس انت كرئيس حزب هلا مواقف وزارة الخارجية الأخيرة ما طلعت، لم تصدر بهالمعنى عن مجلس الوزراء وما بتمثل إجماع حكومي أبدا. اوكي، هيدي صرخة بأي طريقة كانت. نعم، لكن هيدي صرخة من حزب التكتل اللبناني الواعد اللي حضرتك بتمثله، انه رجعوا خدوا يعني اذا بدكم اعيدوا حساباتكم بخصوص هالقرارات كرمال ما تتضرر مصالح الناس برا واللي عم يسترزقوا من الخليج. اكيد. وما بدنا اثنين يحكوا فيها، وهيدي انا برايي الشعب يعني خلص هون بلشنا نوصل لحدود انه ضريتونا ببلدنا بدكم تضرونا برا. اوكي طب وين؟ انا برايي الشعب هون هلا هيدي هي الصرخه لازم تطلع هون، انه بكفي. انتم ما بقى تمثلونا وما بتمثلوا اي شخص لبناني ان كان بلبنان ولا برا. اوكي. ولا قراراتكم بتمثلنا باي طريقه. نعم. يعني وصلنا من هيك جزال انه انا في بعد موضوع اللي هو ما بعرف اذا عندي وقت، مش كتير بس بدنا نعرف شو هو، صار عندنا حشريه. موضوع الاتفاق الاخير اللي صار المسيحي اللي هو كان هدفه مثل ما بيقولوا هو توحيد
هالشباب وتوحيد هالشارع المسيحي، توحيد الصفوف. الصفوف بعيني عليك. نعم. وهي بيقولوا هي لمصلحة الشباب، مضبوط. طيب أنا بدي أقول لهم شغلة بالنيابة عن كل الشباب، وأنا بعتقد كل شاب هيدي حيأيدني بالموضوع. إحنا ما بقى بطلنا حاجة يستخفوا بعقلنا. يعني كنا من زمان مضبوط شوفي هالصراعات بالجامعات وبين حزب وحزب، بس بعتقد شبابنا صار واعي. كيف يعني كيف انه يعرف نحن شعب واحد. اذا نحن شبابنا ما انضموا حيضلوا يلعبوا فينا. بعدين انتم عم تقولوا لمصلحه شبابنا، انتم عم تطلعوا بمصالحنا كيف؟ بقراراتكم اللي عم تاخذوها مؤخرا وين؟ اي مصلحه عم تحكوا عنها؟ مصالح شخصيه بتكفي. عملتوا القدر الكافي لا تعيشوا مئات السنين، خلوا شعبكم يعيش. اوكي. انا بدي اشكرك. طالب باسم كل شخص انه يتراجعوا عن هالقرار فورا، والا كلنا حنقوم عليهم وكلنا حنوقف ضدهم. نعم. أنا بدي أشكرك ووصلنا المساج. بالعكس على الانفعال يمكن، لا لأنه حاسس يمكن موضوع لا يحتمل. لا لأنه حاسس بسخن بمحلات اللبناني، هيدا كلمة بنستخدمها وعبارة بنستخدمها أنه حسينا بالسخن فلازم نطرح الصوت. بكفي. أوكي. بكفي. وأنا برجع بقول إنه أنا حزبي حيكون للكل. أوكي. أنا بشكرك. ميرسي ميراي. ثانك يو. ميرسي. أهلا وسهلا فيك.